السلام عليكم، عاملين إيه؟ تعالَ بقى نحكي معلومة طبية كده، بس جامدة أوي. تخيل معايا طفل صغير قلبه عمال يدق بسرعة، الصاروخ حوالي من 150 إلى 250 نبضة في دقيقه، مش عارف ليه ولا إزاي، فجأة كده. ده يا سيدي اسمه سوبرا فنتريكيولار تاكيكارديا، أو بالعربة كده ضربات قلب سريعة أوي جاية من فوق البطينين في القلب. طب الطبيب ممكن يعمل إيه بعد التأكد من رسم القلب عشان يهدي القلب ده ونرجعه زي الفل؟ هنا يجي دور مناورات العصب المبهم أو فيجل مانوفرز، وده طبعا قبل التدخل بالعلاج. إيه بقى مناورات العصب البهم دي؟ دي حركات وتكنيكات بسيطة بيعملها الطبيب عشان نلعب على العصب الحائر أو فيجس نيرف اللي ماشي في جسمنا ده. العصب ده لما بنلعب معاه صح بيبعت إشارة للقلب عشان يهدي السرعة بتاعته. تخيلها زي ما تكون بتدوس فرامل للعربية اللي بتجري بسرعة. طيب إيه هي التكات والوصفات السرية للأطفال الرضع الصغيرين خالص أقل من 4 سنين؟ ممكن الطبيب يجيب كيس بلاستيك نظيف ويحط فيه تلج مكسر صغير قوي ويحطه بالراحة على جبهة الطفل ومناخيره. التلج ده بيعمل زي صدمة خفيفة كده للعصب الحائر، فالقلب يبدأ يهدي، حاجة زي ما تكون بتعمل ريستارت للموبايل اللي هنج. حاجة تانية ممكن يعملها إنه يضغط بخفض اللسان على الجزء الخلفي من اللسان ويخلى الطفل يكح أو عاوز يرجع، وكأنه بالظبط بيكشف على اللوز. الحركة دي برضو بتنبه العصب الحائر بقوة، والقلب يبدأ يبطأ ضرباته، طبعا بالراحة وبالهداوة عشان الطفل ميتخضش. للأطفال الأكبر شوية والمراهقين الطرق اللي فاتت، يعني ينفع برضو يعمل معاهم نفس الحاجات اللي عملناها مع الرضع، زي التلج أو إنه يضغط على اللسان. مفيش مشكلة خالص. وممكن تزود حاجتين تانيين، زي مثلا تدليك الشريان السباتي من ناحية واحدة. دي بقى حركة متقدمة شوية، بس لازم دكتور يعملها أو حد فاهم كويس. الشريان السباتي ده ماشي في رقبتك على الجنبين، فبندلك واحد منهم بالراحة. التدليك ده برضو بينبه العصب الحائر وبيخلي القلب يهدي، بس خلي بالك لازم بالراحة قوي وبإيد خفيفة عشان ما نعملش مشاكل. وفي حاجة كمان زي مناورة فالسلفاه، شد البطن مع حبس النفس. دي بقى حركة ممكن تعلمها للطفل الكبير أو المراهق، تخليه ياخد نفس عميق قوي ويكتمه، وبعدين يشد بطنه كأنه بيعمل حمام وهو كاتم نفسه لمده بين 10 ثواني إلى 15 ثانية. الحركة دي بتزود الضغط جوه الصدر، وده برضه بينبه العصب الحائر ويخلي القلب يهدأ. بشكل عام مناورة فالسلفة وتدليك الشريان السباتي مش بيكونوا فعالين قوي للأطفال اللي أقل من 4 سنين. يعني لو الطفل صغير قوي ركز على التلج وتحفيز الترجيع أحسن. فطريقه خاطئه ممكن بعض الناس تعملها، وهي انهم يضغطوا على العين علشان يقلل من عدد ضربات القلب، وده غلط طبعا لانه ممكن يجرح شبكيه العين. طب ليه المناورات دي بتشتغل اصلا؟ بالبلدي كده العصب الحائر ده بيتحكم في كهرباء القلب. لما بنعمل المناورات دي بنبطئ الكهرباء اللي ماشيه في القلب، وبنوقف الدايره اللي بتخلي القلب يدق بسرعه جنونيه، زي ما تكون بتقفل مفتاح اللامابو اللي عامله قلق في البيت. في الآخر الخلاصة، المناورات دي حركات بسيطة وسريعة تحت إشراف طبا عشان تهدي ضربات قلب الطفل اللي بيدق بسرعة. وفي الآخر يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك علشان يوصلكم كل جديد. سلام.